واش في خباركم باللي صداع العناد في الشرق الاوسط والمضايق البحريه ولا كيتحكم لينا في ثمن شويه العيد؟ علاش الحولي المغربي خاصو يتسنى بورصه شيكاغو طلع ولا تهبط باش نعرفوا الثمن ديالو؟ واش بصح التوترات الدوليه هي السبب ولا كاين خلل في منظومه السياده الغذائيه وكثره الشنقه اللي عندنا في بلادنا؟ اليوم غنشرحوا كيفاش الحولي دخل عالم الجيوسياسيه والاقتصاد، وكيفاش ولينا كنشريو اللحم بالثمن ديال الذهب. المغرب دولة فلاحية بامتياز وعندنا الفوسفات، ولكن الواقع كيوضعنا قدام سؤال قاصح: علاش الحولي غالي وخا صبات الشتاء؟ الحقيقة اللي خصنا نعرفوها كاملين هي أن الشتاء واخا كتنفع الأرض ما عندهاش تأثير مباشر وكبير على ثمن الحولي د العيد، حيت الكساب المغربي اليوم ما بقاش كيعتمد على الربيع ديال الخلا. الكساب كيقلب على التسمين باش الحولي يجي سمين نهار العيد، وهذا الشيء كيتطلب العلف المركب 100%. وهنا فين كاينه نقطة الضعف القاتلة: تبعية للعلف المستورد. حنا كننتجو الفوسفات بكميات هائلة، والمغرب هو اللي كيوكل العالم بالأسمدة ديالو، ولكن الفوسفات كينفع في زراعة الخضرة ماشي النخالة والذرة. المكونات الأساسية ديال العلف بحال الصويا والذرة كنجيبوهم من برا بالعملة الصعبة، وملي كيوقع توتر في البحر الأحمر ولا في الشرق الأوسط فراه تكاليف الشحن والتأمين كتطلع للسما، والثمن ديال الخنشة كيتضاعف عند الكساب، وفي الأخير الفاتورة كتوصل عندنا حنا كمستهلكين. نقطة القوة اللي عندنا هي جودة السلالات المغربية بحال السردي وطمحضيض، هذه ثروة وطنية ما خصناش نفرطوا فيها. ولكن التحدي هو اننا كنوجهوا الماء ديالنا لضيعات الدلاح والافوكا، وبفلوسهم كنمشيو نشريو العلف غالي من برا. خاص إعادة النظر في الميزان كامل: واش بغينا نكونوا جنان ديال أوروبا ولا بغينا نكونوا كوري كيعلف ولادنا باش ما قسم الله من خيرات الأرض ديالنا؟ الدولة كتضخم بدعم استيراد الأغنام باش تبرد السوق، وهذه خطوة مزيانة، ولكن خاص مراقبة صارمة باش هذا الدعم ما يمشيش للجيوب الشناقة اللي كينتظروا هذه المناسبات باش أنهم يطلعوا الأسعار بمبرر التقلبات العالمية. الكبش أو الحولي المغربي اليوم ماشي غير سلعة، هو امتحان حقيقي لقدرة بلادنا على تحقيق السيادة الغذائية بعيدا عن تقلبات السياسة الدولية ومضاربة الأسواق. وفي الختام، واش كيبان لكم بلي الحل هو نزرعوا علفنا بيدينا ونستغناو على الاستيراد، ولا الشناق هو المشكل الحقيقي اللي كيغلي علينا العيد اكثر من الحرب؟ خليونا الآراء ديالكم في التعليقات.